اهلا بكل اصدقائنا وصديقاتنا. والحقيقه النهارده لينا لقاء اعتقد انه لقاء متفرد ولقاء متميز ان شاء الله مع الاستاذ الدكتور محمد باغا المحلل السياسي واستاذ الاداره بجامعه قناه السويس. اهلا بك يا فندم. اهلا استاذ امل، اهلا استاذه ميادة، واهلا بكل ساده مستمع اذاعه الشباب والرياضه. صباح الخير على كل مصر وكل العالم العربي، وان شاء الله مصر تكون مصر الجديده، مصر احلى بناسها وبشعبها الواعي ان شاء الله. يكون بكره احلى ان شاء الله ان شاء الله. اتمنى ذلك يا دكتور، منورنا. ده نور حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. الحقيقه يا دكتور يعني كلمة بتتقال في كل مكان في كل حوار، مصر رايحة على فين؟ ايه هي معوقات التقدم في مصر؟ ليه عندنا الحلول وعندنا الخبراء في كل مجال، ورغم كده احنا مستكينين لا نتخذ اي اجراءات لعمل حل جذري وتطوري يتلائم مع الثورة التي قامت 2011؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أنا عايز أقدم نفسي إن أنا مواطن مصري، شاب مصري يعشق تراب هذا البلد بعيدا عن المسميات، يعمل في إحدى جامعاته مدرسا لإدارة الأعمال المساعد. عايز أقول البلد رايحة على فين. هنتكلم من منظور تحليلي شوية، يعني منظور عقلاني كما يقول كتاب علم النفس أو علماء علم النفس أو خبراء علم النفس، على المستوى النفسي، الحالة النفسية اللي وصل إليها الشعب المصري بعيدا عن الاجنده السياسيه او الاجنده الاقتصاديه. احنا ما نعرفش مصر رايحه على فين طول ما في غياب سياسي متمثل في التشريعات او في الدستور او في الجوانب المتخبطه اللي احنا بنشوفها اليومين دول. فالجانب السياسي او الجانب الاقتصادي ما نقدرش نحط ايدينا بالظبط عليه. اي نعم في بعض الايجابيات، ولكنها ايجابيات على الهوى، يعني مش راكزه طالما ما فيش اساس او قاعده تمسكها. فاحنا هنتكلم على الناحيه السيكولوجيه اللي وصل اليها الشعب المصري النهارده، يعني الناس في داخلها بتتكلم ازاي. اولا حضرتك طبيعي جدا ان اي انسان في الدنيا بيبقى له احتياجات عايز يعيش في، يعني يتوفر ليه الحاجات الفسيولوجيه، عايز الاكل، عايز الشرب، عايز المسكن، عايز المأوى. تاني حاجه بيتطلع الى الامان، عايز يعيش في امان في مجتمع مش خايف على ممتلكاته، مش خايف على اولاده، مش خايف على اسرته، ومش خايف على عيلته. ثالث مرحله انه عايز يوصل انه يكون علاقات مع المجتمع، يتفاعل مع هذا المجتمع بايجابيه لبنائه. رابع نقطه ان هو عايز يوصل لمرحله تقدير من المجتمع، يوصل لدرجات اعلى، تحقق ليه طموح، تحقق ليه احتياجات داخليه جواه. بعد كده في النهايه خالص بيوصل لمرحله اسمها مرحله الجمال والفكر، انه بيكون صاحب فلسفه اجتماعيه في بلده، بيبني، بيعمل قيمه مضافه لنفسه وللبيئه بتاعته. احنا في الفضول. طيب احنا هقول لحضرتك حالا مصر رايحه على فين. اولا احنا لينا احتياجات، كل واحد في مصر ليه احتياجات. هذه الاحتياجات لم يوفق او اخفق في تنفيذها النظام السابق او في فتره ال 62 سنه بعد ثوره 52. هناك بعض الاحتياجات. الشعب ثقافي، الشعب عايز حراك سياسي، الشعب عايز يحس ان في معدلات تنميه ملموسه. نفرق ما بين كلمتين مهمين قوي، لازم النهارده بقى يعني احنا كنخبه نعرف الشعب المصري الفرق ما بين نمو وتنميه. احنا محتاجين تنميه، التنميه دي اللي بتفضل عمليه مستمره، انما النمو دي حاجه مؤقته بتساهم في تحقيق التنميه. هذه الاحتياجات ادركنا في وقت ما ان احنا محتاجينها، لذلك قمنا بحاجه عظيمه كده لا يمكن على الاطلاق ان احنا ننسى ايجابياتها بكل المراحل وبكل الاشكال وبكل الاصناف. ان احنا بقى عندنا ادراك، هذا الادراك في لحظه ما قمنا بثوره، وثوره شعبيه من اطهر ما يكون ومن اجود ما يكون. حصل للثوره دي بعض العقبات او العوائق اللي منعتها من ان هي تحقق اهدافها. ليه؟ لو كانت تحقق الاهداف بتاعتها كنا احنا النهارده قعدنا مرتاحين، ما كناش فتحنا في موضوع مصر رايحه على فين يا جماعه، ما كناش فتحنا في موضوع هي ليه مصر ما بتتقدمش، او احنا ليه محلك سر. اذا احنا ما وصلناش لمرحله الرضا. ليه ما وصلناش لمرحله الرضا؟ لان هناك بعض المتربصين بالثوره المصريه بيحطوا لنا عوائق، بيحطوا لنا كده حاجه اسمها بلوكس كده، طوب كده، مش عايزيننا ان احنا نتقدم. فطبيعي جدا المرحله بعد كده هتكون مرحله احباط. يا اللي عمل الثوره واللي كذا وما شفناش جديد، ويا ريتنا عايشنا في النظام السابق وكنا مرتاحين وكنا مستقرين وكان كل واحد يعني مش خايف على نفسه وكنا في امان. طب يا دكتور معلش انا مش عايزه اقطعك، بس في حاجه لازم يعني توقفك. اهم حاجه ان انا عايزه نوصل للمستمعين، هل الثوره اتسرقت زي ما سمعنا، ولا هي في مسار الثوره مستمر ولكن في معوقات واحنا دي عايزين نتغلب عليها ودي الفكره؟ هو حضرتك اي ثوره في الدنيا اي ثوره في الدنيا لازم هيجي بعدها مرحله طبيعيه جدا اسمها مرحله الفوضى. مرحله الفوضى هي مرحله طبيعيه بعد قيام اي ثوره. قامت في فرنسا مرحله فوضى لمده 18 سنه، وفي البرازيل قامت لمده 8 سنين. الشعب التشيلي اللي هو كان يعني كانوا بيسموه الشعب الذي يكره نفسه،
من السلبيات اللي كان بيعملها في المجتمع، قدر ان هو يتغلب على هذه العوائق او المعوقات. هذه المرحله اللي هي مرحله الفوضى، الضمان الحقيقي او الضامن الحقيقي ان احنا نتغلب عليها حراك ثقافي في المجتمع. وعي الشعب نفسه بانه ينهي هذه المرحله سريعا حتى يصل بسرعه الى مرحله البناء بعد فتره كبيره جدا من التحطيم الثقافي. يعني للاسف المجتمع عندنا حصل له فعلا حاله من التحطيم للثوابت الثقافيه في حياته. هو طبعا اي حاكم في الدنيا بيكون مثلا في وضع ديكتاتوري شويه، من مصلحته ان هو يعمل عمليه تغييب للوعي الشعبي، لان لو في لحظه ما الشعب المصري لو بقى عنده وعي كان بقى من اعظم شعوب العالم تقدما. تمام. النهارده يعني شايفين شعوب اخرى يعني بتحقد على الموارد اللي موجوده في مصر. أكيد. فما بالنا لو كان عندنا الحراك الثقافي، وده على فكره احد دعائم الديمقراطيه السليمه الناجحه. وكلمه ديمقراطيه مش كلمه حرام ولا حاجه زي ما البعض بيقول، كلمه ديمقراطيه ان الشعب يكون ايجابي فاهم بيعمل ايه، ان هي مش كلمه حرام ولا حاجه، مش هناخد المصطلحات زي ما هي ونيجي نقولها للناس ان هي كذا، لا لازم نكون موضوعين شويه مع نفسنا. هو حاليا ما فيش وعي سياسي، يعني الناس كلها تكون بتتكلم في السياسه، ده مش مؤشر في على وعي. الوعي. في وعي وكل حاجه، بس في حاجه بتغطي على الوعي، في ازمه علاقات في المجتمع، مش بنسمع بعض، كل واحد بيخون التاني، وفي افتعال افكار مشوشه. طبعا ما هو ده اللي بقول لحضرتك عليه، في نخبه مثقفه بتعمل لصالحها الخاص مش لصالح المجتمع. هذا التعامل مع الخاص بيجي على العام ان احنا كشعب بنبقى مشتتين. يا ترى مين الصح؟ ده حقيقي. يعني كنا زمان لما كنا نيجي مثلا نقعد نسمع الراديو او نقعد قدام التلفزيون نتفرج على احد السياسيين المحللين السياسيين، نقدر نحكم عليه ده صادق او ده كاذب، ده بينافق عشان الكلام او مش في اتجاه بينافق، واحد علشان يعني. الكلام في اتجاه واحد. انما النهارده في مليون راي وفي مليون فكره وفي مليون صراع وفي مليون ايديولوجيه وفي مليون واحد عايز يحقق مكاسب على الطرف الاخر. ده مش تفاوض، هذا صراع على السلطه. وصراع السلطه دكتور يعني اعتقد ان احنا محتاجين في الوقت الحالي تقنين ما يقدم للجمهور، لان مش هنقول بقى ده حكر على الفكر ولا كلام من ده، لكن اللي يقدم معلومه مغلوطه او يحاسب. معلومه مش في حجمها الحقيقي يحاسب. لابد ان يحاسب. طبعا يعني في الاعلام في لجان للتقييم، في لجان للتقييم وفي ميثاق الشرف الاعلامي. ومن غير كده انا عايز اوصل الايجابيه لكل فرد في مصر. هي الايجابيه لو وصلت لكل فرد في مصر يعني دي كفيله ان هي تقصي اي فكر هدام. ده في بعض الاعلاميين اذا سمعتهم حضرتك بتحس ان الدنيا خربت، ان البلد خلاص ما عادش فيها امل في اي شيء. للاسف ما هو هنا حب الظهور. هو عايز يدور على يعني. بالظبط، هو عايز يدور على اي ماده علميه يثبت بها نفسه. وعلى فكره ده نوع من النقص، ده نوع من النقص. إعلانية. ما هي ماده اعلاميه او ماده اعلانيه بيشغل بها نفسه. طب انت ليه مش بتبحث عن الافكار اللي تبني البلد؟ ما هو في فرق يا جماعه ما بين النقد بالدال والنقد بالضاد. بالدال ان انا بقول ايجابيات وسلبيات، ومن اداب النقد ان انا اثني على الايجابيات في الاول وبعد كده اقول السلبيات. انما ان انا افضل امشي في طريق النقد بالضاد، ده الهدف الهدم منه. ده الهدف الهدم طبعا، ده بيهدم اي مؤسسه او اي دوله. وعلى فكره النقطه دي هي اللي وصلت الشعب المصري لمرحله الفرستريشن، مرحله الاحباط. مرحله الاحباط دي لو حضرتك بتقولي طيب في حلول، طب ليه ما بنستخدمش الحلول؟ لا احنا استخدمنا حلول. يعني احنا الشعب المصري تقريبا ما يقارب 90 مليون اتقسمنا. في ناس عارفه الحل فين، الناس دي اتقسمت مجموعتين. تمام. في مجموعه منهم عندها تحكم داخلي، اللي هم الناس ذوي الفعل الايجابي. أيوة. اللي بيقول انا خلاص الثوره قامت، اسقطنا النظام، لا انا هبني البلد، هروح في مواعيد شغلي تمام، هشتغل، مش هكسر الاشاره، هحافظ على البلد من اي كلمه سوء بتتقال عليها سواء في الداخل او في الخارج. مش هتفرج على اي ماده اعلاميه بتبثلي يعني زي ما بيقولوا كده، يعني طبق كده شكله حلو وفي سم، السم في العسل. بالظبط، السم في العسل. دول الاشخاص الايجابيين، وهم دول الطبقه المثقفه. وكلمه مثقف هو الشخص الايجابي اللي بيمارس ايجابيات في المجتمع لتحسينه. هو ده الشخص الايجابي اللي لو كانت وجد او لو كنا او الاداره المصريه لو كانت استغلت هذه النقطة الإيجابية بعد ثورة 25 يناير كلنا كنا إيجابيين. بالظبط كوقت انتصار 73 لما ما كانش فيه ولا محضر سرقة ولا محضر نهب ولا محضر تعدي على المال العام أي أحد الأقسام المصرية. كان وقتها لا كان في حكومة ولا كان في ضابط شرطة واقف بينظم المرور ولا وكانت كل حاجة ماشية تمام. هو ده يا فندم الضمير. بعد كده حصل حاجة غريبة جدا. هو ده الضمير، هو ده الفعل الإيجابي اللي على فكرة اللي موجود في طبيعة الإنسان المصري أو تكوينته
منذ توحيد ميناء القطرين. يعني الشعب المصري جاء في فتره معينه، ده النقطه اللي بقول لحضرتك، ان الشعب بيثور في وقت معين لما يلاقي ان خلاص عايز مصلحته. فالشعب المصري من يعني. بالظبط الادراك، هو ده الادراك اللي بقول لحضرتك عليه. عنده احتياجات. الشعب المصري زمان ايام ميناء موحد القطرين كان في خناق ما بين دوله الشمال ودوله الجنوب، فجاء مينا الشعب المصري قال له احنا هنفضل في حروب على طول ما بين الشمال والجنوب، طب ما احنا نجمع الشمال والجنوب مع بعض ونعمل الدوله المصريه. ومن هنا جاء، وعلى مدار السنين الشعب المصري وقت الازمات ما تتفاقم وتشتد عليه المحنه بينتفض لايجابيات، بالظبط زي اللي حصل في ثوره 25 يناير. يجي البعض يقول ايه، طب اللي عملوا ثوره 25 يناير دول اقليه. ما هو لولا الاقليه والمخاطره اللي عملتها وتحملت هذه المخاطره ما كان الاغلبيه عملوها من زمان. لا، الاقليه هي دايما. الثوره الفرنسيه لما قامت، اللي هي فرنسا الدوله الاولى في العالم، كان المشاركين في الثوره الفرنسيه 1%. الثوره البلشفيه اللي شارك فيها 2%. الثوره المصريه شارك فيها 18%. الثوره اليمنيه والثوره السوريه شارك فيها 20%، لذلك يعتبروا من اكبر الثورات في العالم. تمام. فاحنا كان عندنا تحكم داخلي، كل واحد فينا ضميره كان وجعه شويه، عايز اقول كلمه كده، اهالينا وجعه شويه. فكان في ايجابيه، كان في فعل ايجابي. الطرف الثاني او النص او المجموعه الثانيه من اللي استخدمت افعال ايجابيه او بتدور على حلول سليمه، ان هي كانت مجموعه منتظره. يعني ايه منتظره؟ انا مستني الحكومه، انا مستني انتخاب الرئيس، انا مستني الدستور يتعمل، انا مستني البرلمان بالظبط. انا مستني البرلمان بالظبط. هم دول حزب الكنبه. دول يعني دول نفسهم البلد تكون كويسه، بس منتظرين فرصه من احد ياخد بايديهم. طيب الاحد اللي ياخد بايديهم ده، انا بس يعني عايز اوصل الكلمه دي لكل مسؤول في مصر يسمعني دلوقتي وحاسس جواه ان هو مسؤول عن حاجه لاسعاد ابناء هذا الوطن. اسال نفسك، هؤلاء منتظرينك انك تفعل لهم فعل معين، ليه مش بتنفذ؟ ليه مش بتدخل التاريخ من اوسع ابوابه انك تحقق امنيات الشعب؟ فعلا. ليه مش مستني، لو هنتكلم كده بالبلدي كده، ليه مش مستني دعوه من حد مظلوم في هذا الشعب؟ صحيح. ان هو يدعي لك دعوه عند ربنا ان هو ربنا يسترها معاك دنيا واخره يا اخي. تمام. ليه مش بننفذ؟ ليه؟ انا عايز، عشان الهدف اختلف دلوقتي. الهدف تطلعات، هو في ازمه علاقات، في اضطرابات كبيره على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي. احساسي الشخصي بالامر ايه؟ ان في ايجابيات بتحصل، ولكن من كتر التشويش على الايجابيات خلت حتى الواحد لما جواه وازع ان هو يعمل الحلو يقول لا، ما هو هعمل حلو في وسط وحش. ما هو ده يا فندم. يعني احنا بنقول ان لو احنا عايزين نتابع الاداء او نراقب الاداء، في حاجه اسمها يعني من ضمن معوقات الرقابه الفعاله تصيد الاخطاء اللي احنا بنعمله في المجتمع المصري من بعض الاعلاميين ومن بعض السياسيين. وانا بركز على كلمه السياسيين اللي بيعملوا لمصالحهم الشخصيه مش لمصلحه البلد، واللي انكشف منهم وان شاء الله قريبا سينكشف البعض الاخر اللي بيمارسوا تصيد للاخطاء. اي خطا بتعمله الاداره الحاليه معرضين كلنا ان احنا نخطا، واحنا مش بنحابي الاداره الحاليه، لا احنا بننتقد الاداره الحاليه. ما تفعله من ايجابيات نقولها، ما تفعله من سلبيات نقول لتقويمها. نقارن بين موقفين، وبرضه يا ريت كل حد يسمعنا دلوقتي يركز معانا. عندما ظهر مجموعة ضد الرئيس محمد حسني مبارك في الانتخابات، بعد ما حصلت الانتخابات وفاز ب 99.9%، ده طبيعي العادي يعني. هؤلاء الأشخاص اتحاربوا محاربة ضارية. في الوقت الحالي دكتور مرسي تقابل مع رموز النظام السابق، رموز النظام اللي كانوا ضده في الانتخابات، وتكلم معاه، وكان في شيء من التقارب إلى حد كبير. نعم. بعد هذا اللقاء تجد برضو فكرة عنف، وفكرة ان انت غلط، وفكرة احنا ما عدناش عارفين الصح فين، مش عارفين فين الصح عشان نقدر نمشي وراه. هو حضرتك يعني احنا مش عارفين الصح فين، لان انا اعتقد ان الخطأ جاء من إدارة المرحلة الانتقالية. يعني ما نعاني منه الآن هو يعني هو كان ليه إرهاصات في المرحلة الانتقالية. احنا استخدمنا الديمقراطية في المرحلة الانتقالية بطريقة جعلت الديمقراطية غير ذات معنى، عشوائية، استخدمناها بشكل عشوائي. طلعنا من الديمقراطية الحقيقية إلى ديمقراطية الغوغاء، حطينا العربية قدام الحصان. بالظبط. وان احنا لما جينا نتعامل بدبلوماسية فقدنا
يعني خلاص، يعني لما يبقى في حظر تجوال ونتعامل معاه بهواده او بهوان شويه، ما عادش ليه قيمه، ما عادش ليه لازمه. لما نيجي النهارده نقول قرار في الاداره الجديده، الاداره الحاليه، ان احنا عايزين نقفل المحلات الساعه 10، مش هنلاقي قبول. صحيح. الشعب اللي نزل يتفرج على حظر التجوال مش معقول هيدخل بيته او يقفل محلاته واصبح نكته على من الساعه 10 او من الساعه 11 بالليل. فهناك متغيرات مرتبطه ببعضها البعض. صحيح. يعني ما نعاني منه الان كان ليه ارهاصات، طب وما تعاني منه مصر الجديده ده ارهاصاتها كان في العهد السابق. تمام. يعني كل مرحله بتدي او بتسلم الرايه للمرحله اللي بعدها. صحيح. تمام. طب يا دكتور انا عايز اسالك برضو رايك الشخصي في موضوع قرار غلق المحلات التجاريه بعد 10. والله هو ده قرار هو مش بينفذ بقى 10، هو دلوقتي بقى 12. هو بقى 12 وللمقاهي والنوادي بقى لحد الساعه 4. واستثناء في الاعياد. تمام. هو القرار ده يعني برضو لازم علشان يعني ندرسه لازم نقول اياته. هو حضرتك انا كتبت مقال في الموضوع ده، ان من في اعتى دول الديمقراطيات في العالم بيحصل الكلام ده، بيحصل الموضوع ده طبيعي، ده نوع من الترشيد الاستهلاك للكهرباء. ولكن البيئه المصريه بتختلف الى حد ما. يعني احنا عندنا شايفين الناس اللي هم الورديات المسائيه، الناس دي لو هذا القرار طبق هيتاثروا في اكل عيشهم في لدواعي امنيه، ان قرار غلق المحلات الساعه 10 او الساعه 11 ده ممكن يجي على الامن بالسلب. واشياء كتير جدا يعني نخوض فيها، ولكن هو القرار بيحمل ايجابيه ويحمل سلبيه. ولكن لو جينا نقارن ما بين عوائد هذا القرار وتكاليف هذا القرار سنجد ان التكاليف اللي هتتخلف من هذا القرار اكتر بكتير من العوائد اللي ممكن تيجي منه. يعني احنا بنقول عايزين نوفر من 5 ل 6 مليار جنيه كهرباء في الفتره دي مثلا، لا ده احنا هنخسر. الاقتصاد انا بسده من ناحيه بيفتح من ناحيه تانية. انا هرشد الاستهلاك هنا، هتفتح معايا بقى في موضوعات البطاله وموضوعات اخرى. مفيش عدد من الخبراء الاقتصاديين زي اللي موجودين في مصر. يعني كم من الخبراء الاقتصاديين، وكل واحد عنده 100,000 ورقة عمل. ويمكن دكتور هشام قنديل التقى برموز في الخبراء الاقتصاديين. لكن على أرض الواقع في شيء يعني دلوقتي كل الناس بتعاني، بتقول لك الطريق واقف. ايه اللي موقف الطريق؟ مش عارفين. ما هو يعني للاسف في ظاهره في مصر غريبه جدا جدا جدا. ايه هي بقى دي؟ ان احنا لما نيجي نعالج سلبيه في المجتمع مش بنعالج اصل المشكله، احنا بنعالج في الظواهر. وخلي بال حضرتك ان احنا كل ما بنعالج في الظواهر كل ما المشكله بتتفاقم، بل بالعكس بتكبر. يعني لما اقول مثلا يعني على سبيل المثال انا عايز احل ازمه المرور في مكان ما، فاقوم عامل كوبري، فواحد ما معهوش عربيه، ده الحمد لله ده بقى فيه انسياب مروري، اما اروح اجيب عربيه. فتنتقل الازمه المروريه من المكان اللي كان فيه للمكان الجديد يعني اللي فيه الكوبري. روح الاستسهال عندهم بالظبط، هو ده روح الاستسهال. برافو على حضرتك، هو روح الاستسهال. فاحنا لما نيجي في مصر ما بنعالجش اصل المشكله، مش بنجيب الجذر بتاع المشكله ونتخلص منه، نبتر المرض، لا احنا بنعالج في العرض. وطول ما احنا بنعالج في العرض بنتكلف وبنرهق نفسنا وبنجهد نفسنا وبنلف في دايره مفرغه، وفي النهايه بتتفاقم هذه المشكله وبتظهر مشكلات اخرى. النتيجه بقى نتيجه التكدس المروري الغير مبرر اللي بيحصل، اصبح سائق التاكسي قفل العداد، بيتعامل دلوقتي بمزاجه، بيستغل ظروف. طول ما هو قاعد عمال بينفخ، لا ده الطريق واقف، لا ده كأن يعني مش عارف المواطن يعمل ايه. المواصلات العادية مش عارفة تتحرك، والمواصلات اللي بتاخد طرق مختلفة بتملي عليه شروطها. طب يعمل ايه؟ يعني هو طبعا لازم في حلول. يعني قدمنا حلول قبل كده في احدى البرامج التلفزيونيه، ولكن فوجئت وحزنت جدا لما لقيت ان في بعض المسؤولين بيتجاوبوا معايا في الكلام، وكانهم يعني ايه الحلول موجوده على المكاتب وفورا سيبدا فيها التنفيذ بعد الحلقه مباشره. ولكن هيهات يعني هو طبعا كل هذه الممارسات للأسف ودون أن يعلم المسؤولين في مصر إن هي بتوصل الإنسان المصري إن هو يلجأ لإيه؟ للحل. واللحل ده يا جماعة مشكلة رهيبة جدا وخطيرة جدا في الواقع المصري. اللحل ده إن إحنا بنقول لنفسنا خلاص مفيش فايدة بقى إن الراجل بقى إيه قفل عداده، والراجل بقى إيه بقى سلطان زمانه يفرض أجرة زي ما هو عايز، يمشي في الطريق اللي هو عايزه. فإحنا بنوصل للشعب المصري إن هو يكون شعب عنيف دون أن ندري. وكلمة عنف هنا متقسمة. يعني مثلا ان انا اكسر اشاره مرور، اقول ايه؟ ما هو ما فيش حل في البلد ان انا ابني على ارض بالظبط، ابني على ارض زراعيه. عمليه سخط على الواقع. هي عمليه سخط بالظبط. هي عمليه عدم رضاء عن الواقع. فبالتالي بوصل لمرحله اللا حل، فبنتقم من البلد
بنتقم من البلد في ايه بقى؟ في كسر القوانين، في العنف المادي، في العنف المعنوي، في مثلا انا مثلا كمحاضر في الجامعه بنتقم من الطلبه اللي عندي، انا كدكتور بنتقم من المرضى اللي عندي، انا كمش عارف مسؤول في شركه بنتقم من الموظفين اللي عندي. فللاسف يعني فيه وصله شديده جدا ما بين الاداره العامه اللي هي اداره المؤسسات او اداره الدوله، وما بين اداره المؤسسات او اداره المجتمع بصفه عامه. لا يمكن باي حال من الاحوال بنوصل لمرحله اخرى زي مرحله العنف كده اسمها مرحله الارضاء. والرضا غير الارضاء. الرضا هي المرحله لو كانت الثوره نجحت في تحقيق هدفها كنا وصلنا للرضا. انما الارضاء هو اللي شايفينه النهارده في ميدان التحرير، هو اللي شايفينه النهارده من بعض النخب اللي لسه بتتشبث بالماضي، هو اللي شايفينه النهارده من بعض النخب اللي لسه بتعيش في الاحلام الورديه وبتحلم بكرسي الرئاسه. هي دي مرحله الارضاء. اما يقول لك مثلا ايه، وبالمناسبة مرحلة الإرضاء دي يعني هي مرحلة من مرحلة الانتظار ولكنها مرحلة ميتة، يعني أنا بسميها كده أو الموت السايكولوجي، إن هو نفسيته ماتت، راسم لنفسه كده مدينة عايش فيها لوحده. يعني لما يقول إيه مثلا، يعني مع احترامي الشديد، نريد تطبيق شرع الله. أنا امبارح في ميدان التحرير وأنا معدي بالليل اتوزع عليا ورقة، أنا يمكن قلت للأستاذة أمل اتوزع عليا ورقة، فبقرأ الكلام اللي فيها، هذا الكلام يعني لا يقدم للدولة أي تقدم. انا مش فاهم. هو يعني الشيء الجميل اللي مكتوب بالحقيقه يا دكتور، هنسمع صوتنا للجمعيه التاسيسيه. هل الجمعيه التاسيسيه يعني عندها صمم مش عارفه ايه اللي بيحصل؟ ده الجمعيه التاسيسيه قعدت مع كل حد، ما هو يعني كل الاطياف قعدت معانا. للاسف احنا دلوقتي بنتعامل مع الدستور، استخدم كده مسمى احنا بنستخدمه في مصر دايما على الدستور كانه عزبه. كل واحد عايز وضع خاص في الدستور، كل فئه عايزه وضع خاص في الدستور، كل مؤسسه عايزه وضع خاص في الدستور. ده دستور يا جماعه، ده دستور مش هيقعد سنه ولا 2 ولا 3 ولا 4. هو مش في دساتير في العالم يا موجود، وفي جامعه فيها 7 بنود او يعني انا مش عارفه، احنا عايزين كراسات، احنا كشاكيل. ما هو للاسف احنا بنتكلم دون وعي. يعني احنا بنتكلم دون وعي. ازمه العلاقات اللي اتكلمت مع سيادتكم فيها في الاول خالص بنعيشها النهارده. يعني كل واحد عايز يفرض سيطره على الاخر ظنا منه ان هم لو طالب بكده يبقى هو ليه الصداره في المجتمع، والموضوع مش كده. الديمقراطيه هم لا يعوا خالص مفهوم الديمقراطيه. مفهوم الديمقراطيه مفهوم سليم جدا نادى به الاسلام قبل اي حاجه في الدنيا. انتخاب الحاكم، اول حاكم في الاسلام هو سيدنا ابو بكر الصديق، من بعده جاء سيدنا عمر. فانا مش عارف الافكار دي بتيجي منين بصراحه. يعني هم هنا بيطالبوا حضرتك في الورقه دي المطالبه بتقييد الحريات. يعني ايه المطالبه بتقييد الحريات؟ بما لا يخالف المستقر من اعراف المجتمع المصري وعاداته وقيمه الاصيله ونظام الاداب العامه فيه. يعني انا شايف، يعني انا بحس كده ان كاتب الورقه دي ان الشعب المصري ماشي يعني ماشي في الشارع بيهبل مع نفسه. يعني انا مش فاهم في ايه بالظبط. انا مش كاتب الورقه دي ولا انا مش عارف، هي اتوزعت عليا، اترمت عليا في العربيه وانا ماشي. يعني انا عايزه اقول لك حاجه، يعني رئيس الجمهوريه بس تحت مكتوب. يعني هو سهل قوي ان انا اطبع ورقه اكتب فيها اللي انا عايزه اقوله او عايزه اهيج بيه الراي العام. الراي العام يعني مثلا على سبيل المثال، يعني اعلامي متميز زي معتز عبد الفتاح، دكتور معتز الحقيقه ده شخصيه انا شايفه ان هو شخصيه معتدله جدا. احترم هذا الرجل كثيرا. لما بيتكلم بيقول والله يا جماعه ده رايي الشخصي، اذا كنتوا تحبوا تمشوا معايا تمشوا ضده. يعني هو ده الاعلام الصح. حتى هو من النخبه السياسيه. انا من هذا المكان بحيي جدا دكتور معتز بالله عبد الفتاح انه اثر على نفسه الصمت في وقت فيه يعني ماكينه الطحين تطحن وليس بها شيء، فمش سامعين غير ضجيج في المجتمع. يعني ده نموذج فنأى بنفسه عن يعني ايه عن هذه الامور، وقال انا هلتزم الصمت. يعني ايه كخطوه منه ان الاعلاميين او النخب المثقفه اللي بتدي كلام ملوش اي معنى ولا له اي دليل او مدلول ان هي تبتعد عن الساحه بقى. يعني كفايه لحد كده، عايزين نوصل من مرحله الفوضى الى مرحله البناء. لما نيجي معلش عفوا يا ميادة، لما نيجي نقلب بقى الموضوع ونقول اعلامي ما جاي من مجتمع غير مجتمعنا وكل همه يتكلم على ان الاعلام الديني او الاعلام الاسلامي او السياسه الاسلاميه هتعمل ايه في مصر وهتعمل ايه في الوطن العربي، ويكون كل برنامجه على ان اصبح فيه عفريت احنا بنخاف منه. ده من باب الشو الاعلامي. يعني احنا عايزين نعرف. يعني انا لو سالت حضرتك سؤال، هل هذا الرجل يظهر على شاشه تابعه للدوله؟ اطلاق. اكيد قناه خاصه. اكيد قناه خاصه. فالقناه الخاصه هي مفتوحه علشان البيزنس. فبالتالي مين هيجيب البيزنس؟ من الموضوع ده قوي. البروباجندا اللي بتجيب البيزنس، مش حاجه تانية. يعني الشو الاعلامي وافتعال الازمات. يعني امبارح على سبيل المثال
نسيبنا من هذا الاعلام اللي بيتكلم في حال البلد. قصه تغييب الوعي نفسه. امبارح على احدى القنوات الفضائيه شفت واحده منقبه طالعه في برنامج ان هي مفسره احلام، وبتقول ان انتهاء العالم سياتي بعد 62 يوم، وانه هيحصل كذا، وان المسله اللي فوق جبل عرفات دي تبع الشيطان، وان فيها 6 مسلات في العالم بيكونوا نجمه داوود. والغريب والعجيب ان لقيت اتصالات من مصر لهذه السيده. انا للاسف انا قلت يعني حسبي الله ونعم الوكيل في مثل هؤلاء ان هم يظهروا على الشاشه ويعملوا نوع من الهلع. يعني في ايه بالظبط؟ يعني احنا خلاص سيبنا كل حاجه في الدنيا ومستنيين ال 62 يوم؟ ما هي دي مرحله الاكتئاب اللي هي المرحله الثالثه اللي وصل ليها الشعب في لا حل. مرحله الاكتئاب ان هو بينسحب من الحياه العامه، من الحياه السياسيه، من العالم خالص، من الحياه الاجتماعيه، وبيفكر بقى في حاجات تانية. يعني مثلا بقول ايه، هو ده الفزع اللي كان بيستخدمه النظام السابق. وفي فرق ما بين الفزع او الهلع والخوف. تمام. الفزع او الهلع ان انا مستني حاجه خايف منها وقلقان منها وما اعرفش هي امتى ولا هتيجي امتى، ما مخليني مشلول في التفكير وفي الحركه وفي كل حاجه. صحيح. انما الخوف خلاص انا شايفك وشايفني فخايف منك او مش خايف منك. تمام. انتهى الموضوع على كده. انما اللي بيعملوه هؤلاء الشرذمه، وانا اسف في هذا التعبير، هؤلاء الشرذمه المجتمعيه ده ما هو الا يعني انا عايز اقول نفاق من اجل الظهور على الشاشات، ونفاق من اجل الحصول على الاموال، ونفاق من اجل تقديم مواد اعلاميه هي غير اعلاميه بالمره. هي غير اعلاميه ودي بالمرة. نتيجتها يعني اعتقد ان دي 50% من المعوقات اللي حاصله في الوقت الحالي. طبعا انا ليس لي ان اقول نسب، ولكن اعتقد هذا ان نسبه كبيره جدا من المعوقات اللي بتحصل وبتخلينا واقفين محلك سر لحد دلوقتي غياب في حاجات كتير. طبعا الاعلام المشوش او الافكار المشوشه اللي مش في مكانها، وبتخلي فعلا الناس بتستقطب في سكتها. يعني هناخد بس يعني نفسي كده السيد الرئيس دكتور محمد مرسي يسمعني وانا بتكلم دلوقتي. يعني اربكان في تركيا الراجل ده كان كويس جدا، ولكن اللي عجل بالنهايه بتاعته انه ما شافش اللي بيحصل في الاعلام او سكت عليه، فكانت النهايه نهايته. رجب طيب اردوغان لما جه اول حاجه عملها عشان يبني البلد بص للاعلام، حاول ان هو ينقي هذا الاعلام، يبعد الافكار لان النهارده كل بيت يا اما في راديو يا اما في تلفزيون، ومش بس كده، وفي قنوات داخليه وخارجيه. هو الفكره يا دكتور انا حاسه ان كل واحد دلوقتي كل اعلامي بيطلع يعني بيعرض وجهه نظره، بيعرض نفسه مش وجهه نظره. يعني هو ليس من حقه ان هو ينتقد، ولكن هو عايز يسوق نفسه وخلاص باي شكل من الاشكال. يعني الاعلام الخاص عمل للاسف بعض السلبيات في المجتمع اللي ما كانش ابدا المفروض. لان على فكره الاعلام الخاص هو من مصلحته الماديه كده، ولكن على المستوى البعيد ده هيبقى خارج مصلحته. طيب يا دكتور احنا محتاجين ناخد فاصل، بس خليني بس سريعا قبل الفاصل اسالك يعني عن المسمى المناسب للاسلوب اللي بتدار بيه مصر حاليا في الفتره دي. يعني انا عايز اسميها الاداره الفوضويه. يعني بما اني بقى يعني واحد بتاع اداره اعمال او الاداره بصفه عامه، هذا مفهوم اقرب ما يكون للاداره الفوضويه. الاداره الفوضويه اللي كل واحد عمال يخبط في الثاني، مفيش سياسات واضحه، مفيش اهداف واضحه، مش عارفين بكره هيحصل في ايه، بل بالعكس مش عارفين بعد ساعه هيحصل ايه. يعني انا لو سالت حضرتك دلوقتي بعد ساعه هيحصل ايه في مصر، ما اعرفش. ده نتيجه الاداره الفوضويه، الحبل على الغارب، اللي يطلع ينتفض ويعطل المرور وكذا وكذا. لا، المفروض في النهارده رئيس دوله منتخب محترم. يعني خلاص نلتزم بقى بالقواعد القانونيه او بالقواعد العرفيه. لو هنقول في غياب للقانون، لا، بالقواعد العرفيه لو احنا عايزين نقدم الخير لهذا البلد. نقول لكم سريعا كده ان امريكا وما حدث في اعصار ساندي كانت النتيجه ان الاداره الامريكيه قالت ان نتائج او ما حدث في الاعصار سيعالج خلال 10 ايام، ترجع تاني البلد زي ما كانت. ليه؟ لان هم عارفين وواثقين ان هم هيوصلوا في خلال 10 ايام دي خطط محطوطه للنتيجه. دكتور محمد باغر المحلل السياسي مكمل معانا لحد 10:30 بكره. احلى فاصل ونرجع تاني. إذاعة شباب ورياضة تقدم فتحي سند يرصد ويحلل الواقع الرياضي. لا مؤاخذة، أفكار جريئة وآراء ساخرة. لا مؤاخذة. المخرج محمد النشرتي. لا مؤاخذة. لا مؤاخذة. مش عارف اللي هقولكوا ده سر ولا الناس عارفاه، لكن اعتقد ان في ناس كتير جدا ما تعرفوش. عندنا مشروعات رياضية
ومنشآت ومرافق اتكلفت 190 مليون جنيه ولم تفتتح منذ 10 سنوات. السبب مخالفات مالية وإنشائية، والملف ده كله راح على النيابة العامة. بالذمة ده كلام. حضراتكم عارفين ان معظم الاتحادات مديونة بالالاف والملايين، وبعضها عاجز منذ سنوات على القيام بدوره بسبب بلاوي سودة مالية. طبعا يعني اتحادات كتير مش هضرب امثلة، لكن اتحاد زي اتحاد كرة اليد يعني مديون مثلا بحوالي 2 مليون. ازاي بقى في رياضة؟ وازاي كانت ماشية اصلا؟ المشروعات المنتشرة في ربوع مصر اتوقف العمل فيها. طب امتى يبدأ؟ هل هيبدأ كده بلاموطي يعني يلا ابدأوا ولا مش هتبدأوا، ولا القانون بيقول انها لا يمكن استئناف العمل فيها الا بعد النيابة العامة ما تفصل في مصايبها؟ معلومات المتواضعة ان الايام اللي جاية دي هتشوف فضايح بالجملة في المحاكم، لان وزارة الرياضة شغالة في ملف الفساد وشغالة نفسها بيه كتير، مش مشكلة، لكن يا رب وهي بتنشغل بالفساد تنشغل بأمور تانية عشان المركب تمشي. وهنشوف حاجات كتير جدا جدا في الاتحادات والمؤسسات الرياضية، وهنكتشف انه الفساد مخور في عظم الرياضة المصرية، اللي اذا كانت بتحقق نتائج في السنوات اللي فاتت فبالتأكيد كانت لجهود فردية او يعني طفرة من الطفرات اللي بنشوفها. وانا اقدر اقول لكم الحقيقة بالفم المليان ان العمرو فاروق قرر بفتح ملف الفساد ده انه يخش في عش الدبابير برجليه، وهو دلوقتي قدام امرين: اما يكمل المشوار حتى نهايته وده عايز وقت، واما هتتفتح عليه نار جهنم اللي بدأت تحاصره فعلا. شغل السبهلله اللي ضيع ملايين وخرب الرياضه في البلد ما عادش ينفع. اللي ينفع في رأيي حاجه صعبه جدا، يعني هي شكلها سهل لكن في رأيي انها صعبه. اللي ينفع يبقى عندنا قاعدة عريضة من بني ادمين محترمين وكوكبة كبيرة من مسؤولين فاهمين، بس دول هيجوا منين؟ ولا مؤاخذة. فتحي سند يرصد ويحلل الواقع الرياضي. لا مؤاخذة. أفكار جريئة وآراء ساخرة. لا مؤاخذة. المخرج محمد النشرتي. ورجعنا لكم تاني في بكره احلى، مكملين لحد الساعه 10:30. وسريعا نروح للبيج بتاعتنا على الفيس. وفي عبد النبي النادي بيقول عن العوائق، شايف ان اسباب كتيره جدا اهمها عدم وجود الضمير اللي خاف على مصلحه مصر. تاني حاجه السعي وراء المنصب دون عمل. وبيقول كمان هناك عوائق اخرى احترف الاعلام الفضائي تصديره لينا علشان نفضل محلك سر، لكن اللي بيحب مصر لازم يعمل حاجه. وبيقول من اصحاب هذه القنوات رجال اعمال خدوا خير البلد واستثمروا اموالهم خارج مصر عشان هم مش عاوزين مصر في تقدم. وفي كمان عوائق تانية. فاطمه صالح بتقول انا واحده عايزه اقتل العوائق اللي واقفه في سكتنا او بتشدنا للخلف كل ما نطلع خطوه. دي كانت الكومنتس اللي جت على صفحه امل. اما بقى صفحه اذاعه شباب ورياضه، فمحمد ماهر بيقول البلطجيه والفلول والناس الفاهمه الحريه غلط. ميدو بيقول الاغبياء والجماعات اللي بتتكلم باسم الدين والفلول. محمد الجوهري بيصبح علينا شكرا ليك، وبيقول عايز اشارك معاكم في الموضوع، سايب نمرته لو في وقت ان شاء الله نوعدك بذلك. رشدي احمد بيقول السبب ان كل فصيل في المجتمع بيتم اقصاء الفصيل الاخر من اجل مصلحه شخصيه ويقدموا مصلحتهم الشخصيه فوق مصلحه البلد. ويمكن ده نفس الكلام يا دكتور اتكلمنا عليه. وبيقول تاني عدم تطبيق القانون على الكل، ولو اتطبق على الكبير والصغير كان الحق هيوصل لاصغر فرد في المجتمع. علي محمد اواني ورد بيقول ان في رايي معوقات تقدم مصر هم اهل مصر. طيب هي دي كومنتات الموت يعني هي الحاجه، انا حاسس من الكومنتات دي ان الناس دي نفسها ترتاح. طبعا يعني والله أكيد. كل كلامهم بيقول انا نفسي بقى يعني اعيش في بلد تحقق لي طموحاتي. ايه المانع من كده؟ يعني هو اجمالا كل الكلام الجميل اللي اتقال منهم ده، هو يعني الحلقه بتاعتنا اعتقد ان هي اتكلمت عنه بشكل جيد. يعني ممكن اقول ان الاداره المصريه بصفه عامه للاسف ان هي قامت على ثقافه سلبيه. علشان نتخلص من هذه الثقافه في الوقت الحالي لا ده صعب شويه.
ليه؟ لان احنا بنتكلم في تغيير سلوك. وتغيير سلوك انا علشان اغيره لازم اغير الاتجاهات بتاعه السلوك. يعني انا لو كان عندي اتجاهات زمان قائمه على التسلط والقهر والولاء لاشخاص مش سياسات، ان انا ازوج ما بين المال والسلطه، ان انا اعمل نوع من التملق او النفاق الاداري، ان انا اغيب الصف الثاني كوادر الصف الثاني، ان انا اسيب الاداره الوسطى، ودي مشكله في مصر رهيبه، ان انا اسيب الاداره الوسطى تسرح وتمرح كده في الملعب زي ما هي عايزه وتمنع وصول الاراء من الشعب للرئيس. ده خطر كان كبير. الاخذ بالمسلمات، ان انا ارضى بالامر الواقع، ان انا عندي استرضاء كفايه كده بحجه الاستقرار، ان انا يكون عندي غياب في المفاهيم الاستراتيجيه الاستمراريه، ان انا اعمل خطه ل 20 سنه ل 10 سنين ل 15 سنه، ان انا يعني هقف عند الحته دي ارجوك يا دكتور. اتفضلي. يعني احنا شفنا الانتخابات الامريكيه، اوباما ورومني، فاز اوباما، تاني يوم سلم على رومني، السياسه الامريكيه زي ما هي. يعني احنا لو اخذنا اللي بيحصل بره ده، يعني مهاتير محمد هذا الرجل العظيم، رئيس وزراء ماليزيا الاسبق وصانع نهضتها العظيمه، اللي كانت دولة ماليزيا كانت دولة بتعيش في فقر شديد جدا، وكان في يعني الشعب بتاعها شعب مغيب لأقصى درجة، وعمل كتابه الجميل العظيم اللي هو معضلة الملايو. قال إن أنا إزاي أتعامل مع شعب مغيب ما عندوش أي ثقافة وعنده ثقافة سلبية، وإن أنا أطلعه من المستنقع ده، إن أنا أخليه دولة محترمة. وغير وجهة الشعب الماليزي، وقال كان ليه جملة شهيرة قوي، يعني يا ريت كل واحد في مصر ياخد الجملة دي ويحطها في دماغه قوي. قال ايه؟ حينما نريد الصلاة تكون وجهتنا لاتجاهنا اهو صوب مكة، وحينما يأتي وقت البناء تكون وجهتنا صوب اليابان. يعني شايفين، يعني كان في مقولة برضو رائعة للشيخ عطية صقر الله يرحمه، وهذا الرجل أنا كنت أقدره جدا. كان يقول إيه؟ لا عيب أبدا في أن نستفيد من تجارب الغير مهما كانت. تمام؟ يعني مهما كانت العقيدة أو الاتجاهات بتاعة تجارب الغير ده، لو احنا شايفينها في مصلحتنا ايه المانع ان احنا ناخدها؟ يعني كان بيقول، وده حديث ضعيف برضو، ان الحكمة هي ضالة المؤمن يأخذها ولا يضره من اي وعاء اتت منه. يعني احنا لو طبقنا الكلام ده عندنا في مصر، اعتقد ان احنا نستريح جدا في موضوع يعني اخذ الايجابيات. ممكن يكون في فرق، بس يا دكتور انا يعني بس اي نوع من الايجابيات بقى هنا بتكلم، الايجابيات اللي مناسبه لينا مش مثاليه لينا. يعني مثلا ايه، انا بالظبط، انا مثلا ايه ما اجيش اقول ان انا عايز اخلي دخل الفرد المصري او معدل النمو في مصر في ظل هذا الغياب الدستوري والغياب السياسي الجيد والقانوني وكذا وكذا، واقول ان انا عايز اعمل مثلا معدل نمو في مصر مثلا 10%. استحاله. انا لازم اكون موضوعي مع نفسي. انا لو رسمت ان ده من احد وضع الاهداف او من احد استراتيجيات او اساليب وضع الاهداف، ان انا يكون عندي بتاعي نفسه، ان انا اشوف ايه اللي يناسبني، وده اللي عمله مهاتير محمد. يعني مهاتير محمد قال لا، ماليزيا ما تنفعش دوله زراعيه، احنا ماليزيا مستقبلها في التصنيع والتصنيع التكنولوجي، وحدده. ولما دخل يجيب راس مال علشان يدخل يستثمر في البلد، كان باصل يستثمر في بعض المجالات اللي هو محتاجها، مش اللي هو الحابل على النابل واي حد يجي يدخل وعارف هيكسب منها ايه بالظبط. واي حد زي ما بيحصل في مصر، اي مستثمر يجي يدخل، اي مستثمر مش عارف ايه يدخل، فبيحصل ايه بقى للمنتج المحلي؟ بينتهي المنتج المحلي. طب المنتج المحلي انتهى، يبقى احنا كده بقى ايه؟ مقادين او احنا كده ايه؟ مسيرين وليس مخيرين، بيتحكم فينا اللي جاي من بره. من ضمن العوامل برضو اللي قامت فيها الاداره في مصر على ثقافه سلبيه واثرت بالتبع على المجتمعات، ان في غياب آلية موضوعيه لاختيار القيادات. والنهارده حتى في العهد الجديد انا بأعيب على ذلك. من اين اتى نائب محافظ فلان او نائب محافظ فلان او نائب محافظ؟ عشان ايه؟ لولائه لفكر معين ولا لكفاءته المهنيه؟ هذا رجل طبيب على سبيل المثال، نائب احدى المحافظات، وله كل الاحترام وله كل التقدير على المستوى الانساني وعلى المستوى الشخصي، ولكن انت سيادتك بتعمل طبيب. ما شأنك وشأن موقع يعني قيادة عليا في محافظة انك تكون نائب محافظ؟ دكتور حضرتك ماذا طالب تقدم؟ بالتخصصية، يعني مش حابب ان يكون كل واحد في غير مجاله؟ احنا لو طالبنا بالتخصصية، البلد دي صدقيني يا فندم هتطلع نهضة ملهاش حل. بالظبط. تمام. انما للاسف احنا عندنا اي حد بنجوه في اي مكان. ليه؟ لان دول اهل ثقة مش اهل كفاءة. عشان نجرب. ما هو ده مفهوم اهل الثقة. هو مفهوم راسخ في البيئة المصرية من زمان قوي، من ايام ايه، من بعد ثورة 52 او من ايام الملكية حتى. مفهوم ان احنا بنجيب الناس اهل الثقة خوفا على مصالحنا احنا، مش اهل الكفاءة. 99% من نواب مجلس الشعب في السنوات السابقة اللي هم اصحاب
نقول ايه السطوه داخل الاماكن بتاعتهم، مش لان هم فعلا هيعملوا بنوسع حاجه، التجربه لأن هم بشكل أهل اكبر. بس ثقة. اللي احنا عارفينه يعني اسم بالظبط عارفينه بس. بالظبط، هو ده اللي ضيع البلد، ان احنا آه. يعني بنعتمد على اشخاص ليس لديهم المهاره، ليس لديهم الكفاءه، ليس لديهم الفعاليه ان هم ينفذوا. عشان كده لما الناس للأسف. ابتدت تختار بجد في المره اللي فاتت دي، اما الناس يعني اتفاجئت باسماء إيه الناس دول، ما احناش عارفين عنهم حاجه، للأسف. وغفل الاعلام برضو التنويه عنهم بالشكل الكافي، فكانت النتيجه الناس مش عارفه بتختار مين. طب يا دكتور، للأسف. هو احنا لسه دقيقتين بس يبقى في موجز، فخلينا سريعا. فاطمه صالح على فيس بتقول هبدا بنفسي، طب والناس اللي الله عليك يا بتجادل فاطمة. يا ريت يا فاطمه، يا ريت والله يا ريت. برافو عليك. يعني بتقول ان في ناس بتجادل وبتهد ليه، بتحاول تزيل من المعوقات. وهو ده يعني الشخص الايجابي اللي بنقول عليه. يعني انت دلوقتي بتصنفي على انك بتريدي حل، ومصنفه في انك بتمارسي فعل ايجابي ان شاء الله. بالظبط ليه يعني الوصول لاهداف ثوره 25 يناير ان هي تنجح ان شاء الله. عبد الوارث الدسوقي بيقول تحياتي للاذاعه، شكرا ليك يا فندم. بيقول من معوقات تقدم مصر في كلمه واحده هو التعليم. من خلال التعليم اعتقد ان كل اهداف المجتمع نقطه مهمه قوي. تمام، نقطه مهمه قوي. في كمان رشدي احمد بيقول من المعوقات هي ضعف المعارضه البدائي للقرارات، ولو صدر قرار من الحكومه بيعترضوا مجرد بس الاعتراض ولا يقدموا اي بالظبط، هو في معارضه لكن بناء لا معارضه فعلا. هي معارضه شو. ورشدي احمد بيقول معوقات ايضا اعلام وصحافه، لو صدر قرار على صحيفه ما بتنشر اخبار كاذبه بفرض عقوبات ماليه كما هو الحال في دول العالم بدلا من الكذب في بعض الاعلام والصحافه. طيب دي كانت الكومنتس، احنا هنطلع فاصل وقت اخباريه ونرجع تاني بكره احلى لحد 10:30. العاشرة وربع في إذاعة الشباب والرياضة من القاهرة. أيها السادة نحييكم ونقدم لحضراتكم موجز الأنباء نقرأه أمل الدالي ميادة سمير. رسالة من الرئيس محمد مرسي إلى نظيره التركي عبد الله جول ينقلها وزير الخارجية محمد كامل عمرو. وزير الخارجية يجري خلال زيارته تركيا مباحثات مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية أحمد داوود أغلو حول تطورات الملف السوري والقضية الفلسطينية. ممثلون عن التيارات الإسلامية يدعون جموع الشعب إلى المشاركة اليوم في جمعة تطبيق الشريعة الإسلامية بجميع ميادين مصر. وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك يحمل حركة حماس مسؤولية تفجير عبوة ناسفة على السياج الحدودي الليلة الماضية جنوب قطاع غزة، مما أسفر عن إصابة جندي إسرائيلي وإلحاق أضرار بسيارة عسكرية. لجان التنسيق المحلية السورية تفيد بأن قوات النظام السوري بشار الأسد سدت منافذ العاصمة دمشق وقصفت أحيائها من كفر سوسة إلى حي الميدان والحجر الأسود والتضامن واليرموك. مليونية بالعاصمة اليمنية صنعاء تهدف إلى تأييد مبادئ الثورة السلمية والتأكيد على استمرار الثورة والمطالبة بمحاكمة قتل الثوار. الآلاف يخرجون في شوارع العاصمة الأرجنتينية احتجاجا على سياسات حكومة الرئيسة كريستينا فرنانديز دي كيتشنر. حكومة ميانمار تعرب عن الترحيب الشديد بقرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما زيارة البلاد والتي من المقرر لها في منتصف الشهر الجاري. الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية يؤكد أن حد الإعفاء للموظف بالحكومة 9000 جنيه سنويا ولم يتم مسه في التعديلات الجديدة على قانون الضريبة على الدخل. وزير التخطيط يستعرض مع السفير التونسي مجالات التعاون المشتركة بين البلدين في ضوء التطورات التي تشهدها البلدان منذ يناير 2011. اتفاقية تعاون علمي بين جامعتي الإسكندرية وأوتونوما القومية بالمكسيك. وفد فني مصري كبير يشارك في مهرجان تايكي الفني الثالث بالأردن والذي يبدأ اليوم. وإلى أنبائنا الرياضية في هذا الموجز. الأهلي يلتقي مع الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم والمحدد له يوم 17 من الشهر الجاري. توقف دوري المحترفين لكرة اليد اعتبارا من اليوم وذلك لظروف مشاركة الأهلي والزمالك في البطولة الإفريقية للأندية بالمغرب خلال نوفمبر الجاري. من إذاعة الشباب والرياضة قدمنا لكم أيها السادة موجز الأنباء، مزيد من الأخبار بعد أقل من الساعة. شكرا لكم وإلى اللقاء. شبابنا شباب جد، في الحق الآخر حد بيشد حيله ويمد، أصله عملي ملوش ند. حب مصر مش مجرد كلام، حب مصر مش مجرد كلام.
ونرجع مرة تانية، ويمكن فاضل 12 دقيقة بالظبط على نهاية فترتنا. والحقيقة يعني سامحونا اللي مش عارفين نتصل بيهم أو ناخد مكالمات لضيق الوقت، لكن سريعا لو في تعليقات ميادة. هو اعتقد فعلا زي ما الدكتور قال كل الناس بتتكلم عن حاجات واحده جدا موحده، المعارضه البناءه، مفيش تقديم بدائل، او العيب بس هو في تطبيق القانون بشكل يعني على الكبير والصغير. اعتقد دي جميع الاراء يعني. وتطبيق القانون هو طبيعي جدا في مرحله فوضى اللي احنا بنقول عايزين نخرج منها. فطبيعي ان تطبيق القانون هيكون يعني امر صعب شويه، لان يعني بقول لحضراتكم تغيير الاتجاهات امر شاق جدا في تعديل السلوك. لما نوصل للسلوك وبعد كده نحسن موضوع السلوك ده، نوصل لموضوع ان احنا نعمل جوده بقى في تطبيق القانون، وجوده في الدستور، وجوده في كل مجالات الحياه الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه في مصر. انا عايز اقول بس ان مرحله الثوره سياده الرئيس الدكتور محمد مرسي وكل الجهاز الاداري في الدوله، مرحله الثوره لا تقبل على الاطلاق ببرامج الترقيع. وكلمه الترقيع هي لما يقيس على كل حاجه، يعني ما عملش دستور مرقع، ما عملش سياسات مرقعه، ما مارسش يعني اسلوب اداره تقليدي في عصر ديناميكي بيتفاعل وبيؤثر وبيتاثر بكل مجريات الامور من حواليه. ان انا يبقى عندي مفاهيم تمكين قيادات الشابه. ما احوجنا الى قيادات شابه، نسيبنا بقى من الناس العواجيز بقى دول اللي بتمدلهم الخدمه، ونفتح المجال للقيادات الشابه في افكار عند الشباب. الشباب هو يعني 60% من عماد هذا المجتمع قائم على الشباب، سواء من الرجال او وهم من اللي قاموا بالثوره، النساء، وهم اللي قاموا بالثوره، هم بادره الامل. ما هو راحت فين دي بقى؟ هو ده اللي قلنا عليه ان هم يعني وصلنا الى مرحله احباط بعمد او من غير عمد، مش شايفين حاجه اصلا خالص الامور. ففي مننا الايجابي اللي هو بيحاول يتكلم وبيحاول ان هو مش ييأس، بيحاول ان هو ينادي الناس اعملوا ايجابيات اعملوا ايجابيات. في منا اللي منتظر، في منا اللي اكتئب وانسحب، ده اللي هم الناس اللي هم التانيين اللي ما لقوش حل. في اللي اكتئب وانسحب من الحياه العامه خالص وما عودوش بيظهروا على الاطلاق. في الناس اللي بقى عندها عنف، بقى عندها ثقافة سلبية أكتر تجاه الوطن والانتقام منه. في ناس وصلت لمرحلة أخرى إن هي بقى عندها استرضاء، زي مثلا اتكلمنا عليهم الناس اللي عايشة في المدينة الوردية أو في مدينة الأحلام. في موضوع مهم جدا في مصر اللي هو لازال موجود، اللي هو المركزية الشديدة بقى. يعني إحنا لو عايزين البلد دي تبقى محترمة، دولة محترمة، دولة متقدمة، نشوف بره بيعملوا إيه ونعمل زيهم، أو إحنا نخلق لنفسنا ثقافة جديدة بما يحسن من نفسنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وحتى يغيروا ما بأنفسهم دي ظهرت في الانتخابات الماضية، وأثبتنا إن إحنا شعب قادر على إنه يصنع نفسه. يعني حضرتك من يعني النمو الأخلاقي في المجتمع بيبدأ في إيه؟ بيبدأ إزاي؟ إن أنا أمارس عمل إيجابي. أنا خايف، طيب أنا بمارسه علشان أحصل على مكسب، دي درجة تانية. أنا بمارس هذا العمل الإيجابي علشان عايز أبقى كويس، دي مرحلة ثالثة. المرحلة الرابعة أنا علشان غيري يبقى كويس. المرحلة الخامسة إن أنا عايز أعيش كله كويس. تمام. تخيلوا لو إحنا فكرنا هذا الفكر الإيجابي البناء يجي إزاي. أنا عايز بقى المرحلة اللي جاية إن شاء الله بعد ما الدستور يخلص، يعني ايا كان بقى هذا الدستور، يعني ايه، يعني احنا ايه، لنا الله في ذلك. هنخلص، هو كل حاجه هتخلص، ولكن هو الطريق واضح يا جماعه، الطريق واضح والطريق معلوم. ولكن متى نصل؟ ده اللي المفروض تقول عليه بقى خطه استراتيجيه مش موجوده. فبالتالي ممكن نطول شويه، مش عايزين نعمل زي السلحفه والارنب. ما هو للاسف ان انا امشي في طريق غلط زي السلحفه، او ان انا امشي في طريق غلط زي ارنب، ولا ان انا امشي في طريق صح وسلحفه. لا، انا عندي امشي في طريق صح سلحفه، ولا اني امشي في طريق غلط ارنب. طب يا دكتور خليني اسالك يعني دعوه سياسيه توجهها من خلال اذاعتنا وخاصه للشباب عشان المشاركه الفعاله في المجتمع بدون الاكتفاء بالنقد او الهجوم فقط. يعني شباب مصر العظيم، انا واحد منكم، بدعوكم لان احنا نعمل ثوره، بس مش ثوره دمويه، ولا انا مش بحر، لا. هذه الثوره هي ثوره فكريه، ثوره اخلاقيه قائمة على الأخلاق. نشغل عقلنا كويس، نعرف نفرق ما بين الصح والغلط، نلتزم بسلوكياتنا اللي قال عليها ديننا الحنيف، الدين الإسلامي أو الدين المسيحي، اللي كل الأديان بتدعو إلى الحب والوفاء والإخلاص والأمانة وحب الوطن. تمام. يعني وإيجابية الأشياء.
بدعوهم ان يبقى في جود في المجتمع، بيبقى في فضل في المجتمع، يبقى في اخلاق في المجتمع. الثقافات السلبيه اللي موجوده دي نحاول ان احنا نتغلب عليها واحنا قادرين على ذلك. الشباب انا بدعوكم ليه ان احنا نعمل ثوره فكريه، ثوره اخلاقيه ان شاء الله هتكون كفيله بان احنا نعمل عمليه عزل ضمني لاي شخصيه تطلع تبث كلام وحش، او اي حد يحبط مننا، او اي حد يقول لنا البلد بترجع لورا مش بتطلع لقدام. هذا هو طريق اليأس اللي احنا لا يمكن ان احنا هنوصل له باي حال من الاحوال ان شاء الله. والله يا دكتور انا بتمنى ان نبص كده زي ما قلت التجارب الخارجيه، سنغافوره او سنغافوره من الدول الصغيره جدا ولكنها متقدمه فكريا جدا وبالتالي مستقبلها واعد جدا. هذه الدوله تاخذ الوزير ذو حكمه وذو خبره ولكن تاخذ مساعدين الوزير شباب. طبعا. وفي تركيا عملوا حاجه جميله قوي، انه عملوا بيجيبوا الاطفال يقعدوا ان هم يديروا الدوله مثلا لمده يوم، ويقعد معاهم الرئيس عبد الله جول او يقعد معاهم رجب طيب اردوغان. افكار في منتهى الابداع اللي في الدنيا. هذا الطفل تتخيلوا لما يشوف ان المعنويات المرتفعه عنده وهو صغير كده، تتخيلوا ده لما يكبر هيسيب هذا الفكر الايجابي، هيسيب هذا السلوك الايجابي. والانتماء يا دكتور، هنا الانتماء بيظهر بقى. طبعا انا واحده حاسه ان انا ليا دور لازم هنتمي. بالظبط. يعني فكر البناء يا جماعه، يعني بنقول الجوده تبنى ولا تشيد. لو احنا عايزين نبني في مصر واعيه، مصر قادره ان هي تكون دوله متقدمه، نغرز الافكار دي، ومن ضمنها زي ما قال الاخ المحترم من شويه على الفيسبوك التعليم، يعني ثقافه التعليم. هو ليه احنا النهارده بنقول ان كليات القمه هي كليات الطب والهندسه؟ مين قال الكلام ده؟ مين قال الكلام ده؟ فكر التعليم نفسه اللي وصلنا ان احنا نبص على ان نحصر النجاح في كليتين، هو الطب او الهندسه. طب ازاي؟ مع ان في اليابان الدوله المتقدمه الصناعيه الاولى في العالم، هناك العماله الفنيه بتجل وبتحترم اكتر من العماله المكتبيه. يعني اللي لابس العفريته الزرقاء ده محترم جدا في المجتمع وبيكسب كويس قوي، وبيكسب كويس جدا وبيقابل بكل احترام. ليه بقى؟ لانه بيقول لولا ده بيقدروه صح. بالظبط، لولا ده ما كانتش دولتي بقت. طب يعني ما هو سهل جدا ان انا اقعد على مكتب والبس الكرافات والبدله وامسك الورق ده مهم، ده شيء مهم، ولكن ده ينفعني بدون انتاج على الاطلاق. فثقافه التعليم لازم المناهج التعليميه بتاعتنا نربي بها اولادنا او شبابنا على الانتماء، على الولاء، على الفكر الابداعي اللي اتقتل في العصر الحالي، على فكر الابتكار. واحنا قادرين، يعني شايفين اطفال سافروا اليابان لان عندهم تجربه يطلعوا كهرباء من النباتات، منتهى الابداع ومنتهى الجمال. لو الطالب المصري من اذكى الطلبه في العالم، او الدماغ المصريه من احسن الادمغه في العالم، بس تلاقي البيئه المناسبه اللي تشتغل فيها. يعني شايفين فكر الابداع وفكر الابتكار ممكن يحول هذه البلد ازاي. اعتقد ده شيء لو اتضخ في المناهج التعليميه. المناهج التعليميه اعتمدت على ان احنا نشغل مخنا مش ان احنا نصم. طب بنحفظ ده ليه؟ انا مش عارف. يعني كان في اتذكر وانا في ثانويه عامه او في اعداديه، احفظوا النثر ده. طب ده هيفيدني بايه؟ ما هو موجود في الكتب. بس انا عايز بالظبط يعني كل حاجه احفظها. انا يهمني ان انا احلل علاقات، مش ان انا احفظ وبعد ما اروح امتحن خلاص نسيت. انا يهمني ان انا عايز احلل علاقات، اربط ما بين متغيرات، وهو ده البحث العلمي اللي مصر محتاجاه في الوقت الحالي. الثوره العلميه مصر تحتاجها في الوقت الحالي. الثورة العلمية في كل شيء، ثورة الأخلاق وثورة الفكر وثورة العلم ذاته، ثورة المناهج العلمية، ثورة الصناعة، ثورة تحديث الصناعة، ثورة التشريع. وده الأساس في الوقت الحالي. يعني لو احنا بنقول دلوقتي ان مصر بتخرج من مرحلة فوضى لمرحلة بناء، أول حاجة نعملها ان احنا نعمل ثورة تشريعية. وأقول لحضرتك حاجة كمان، ثورة القرارات. يعني لما ناخد قرار لا احنا لو عدينا هنلاقي كتير. عارف كويس قوي انا باخد القرار ده ليه واقول للناس. يعني انا عجبني جدا القرار اللي هو تحرير الدعم عن البنزين 95 وقالوا ده لانه نصره للفقير ومش من حق الغني هو ياخد يعني الدعم. بالظبط. يعني انا بس هنا في موضوع القرارات حضرتك قلت اثرت نقطه مهمه جدا. الى كل مسؤول في مصر لابد ان تعي حاجه مهمه جدا، ان اي قرار حضرتك بتاخده ليه معيارين. حضرتك بتبص له من معيار واحد اللي هو معيار الجوده، ان القرار ده هيجيب عائد كذا وهيكلفني كذا، ولكن حضرتك تتناسى، مش انك ناسي، لا بتتناسى، لانك معتقد ان ثقافه الشعب هي ثقافه سلبيه مش هيسالك. حضرتك بتتناسى موضوع القبول في القرار نفسه. هل هذا القرار سيلاقى بالقبول من جانب الشعب، البعد الاجتماعي تمام، او البعد النفسي او السيكولوجي في المجتمع؟ هل هذا القرار سيلاقى بالقبول من جانب الناس،
ولا لا؟ ما هو ممكن القرار ده ما يلاقيش قبول، وبدل ما انا بصرف الصرف اللي انا صرفته ده الشعب هيثور عليا ويبقى في منتقم مني في اشياء اخرى زي كسر الاشارات والمرور وتكسير الممتلكات العامه والنهب بالعام والرشوه والمحسوبيه والفساد، ما كل ده هياثر عليا من جوانب اخرى. فلا بد ان يعي المسؤولين في مصر موضوع القرارات اللي بياخدوها، لابد ان تدرس هذه القرارات. ولو سمحتوا القرارات تؤخذ من الميدان، يعني ميدان العمل او بيئه العمل، مش من المكاتب المكيفه. للاسف اللي ضيع مصر ان احنا كنخبه مثقفه، الانعزال، كنخبه مثقفه او ناس بتدرس قرارات بتنعزل تماما عن نبض الشارع. صحيح. بتنعزل تماما عن الناس، احتياجات الناس الحقيقيه. عايزه ايه الناس الحقيقيه، الناس احتياجاتهم الحقيقيه. صحيح. محتاجين ايه في المجتمع. فلو سمحتوا ايها الساده المسؤولين رفقا بالانسان المصري. يا رب بس يكونوا صاحيين وسامعينك يا دكتور. تعبنا. طيب خلينا اخيرا نضيف بس تعليق استاذ ناصر محمد على الفيس، بيقول كلام دكتور محمد معجب بيك جدا. شكرا يا فندم، شكرا استاذ ناصر، شكرا جزيلا. بيقول من وجهة نظري لازم اول حاجة التوحد دون النظر الى اي انتماءات شخصية، وبيقول كمان لازم كل واحد يستعمل ضميره في شغله، كل واحد يخدم البلد في مكانه. على مستوى القرية ممكن نعمل حاجة اسمها شباب فكرة هدفها بناء القرية اللي احنا عايشين فيها. عن نفسي انا معلم هشارك في محو الأمية ومساعدة الطلاب الغير قادرين، كده اكون بدات بنفسي وغيره. برضو في النهايه ده في الاخر هيصب في مصلحه الوطن. تعليقا على الاستاذ ناصر في فكره ان كل قريه ممكن يتعمل فيها مشروع. احنا لما كان الفكر الايجابي شغال ايام الثوره كنا بنلف في القرى. يعني انا مثلا من محافظه الدقهليه، فكنا بنلف في القرى والمدن وبننشر فكر ثقافه الروابط. بنعمل يعني مثلا رابطه مدينه المنصوره، رابطه مش عارف قريه كذا، رابطه قريه كذا. هذه الرابطه مسؤوله عن توعيه الناس، بتعمل حراك ثقافي في المجتمع، بتقدم للناس افكار ابداعيه المشاريع. كان فيها شغال فيها براعم. هؤلاء البراعم يعني عايز اقول ان هم كانوا نوع من الميسرين الحياتيين. يعني ميسر حياتي بمعنى ايه؟ هو واحد اقل من مدرب تنميه بشريه، ولكن بيبثلك الفكر الايجابي اللي يخليك بيه يعني ايه حابب الفكر الثوري. ما هو كلمه ثوره يا جماعه هي الخروج من اشياء سلبيه لاشياء ايجابيه. في حاجه سلبيه مش عجباني عايز اخرج منها لحاجه ايجابيه، في سياسه، في اقتصاد، في اجتماع، في كل حاجه. فهؤلاء يعني هذه الروابط